السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. لو سمحت معلش انا هطول بس حضرتك في الكلام، بس انا يعني عايز اتكلم حضرتك عن مشكله ما بيني وما بين زوجتي ووالدي ووالدتي. انا سامعك. انا بقالي حوالي 5 سنين متجوز. انا كنت الاول ساكن قدام شقه قدام بيت والدي. فالمهم كان الحياه كانت في الاول طبعا كانت كويسه، وبعد كده والدتي، هو اساسا انا كنت بتمنى ان انا اتجوز عشان خاطر ابعد عن والدي ووالدتي، لان كان والدي ووالدتي على طول مشاكل، ووالدي كان اتجوز كذا مره عليها وسابنا وكان على طول في مشاكل. فانا كنت بدعي ربنا ان انا اتجوز عشان خاطر ابعد بس عن جو المشاكل ده. المهم اتجوزت وكده، بس انا برضو غلطت ان انا خدت شقه قدام والدتي. والدي طبعا ساب الشقه دي وراح اتجوز واحده ثانيه. لا لاحظ، شوف، ركزوا في كلام محمد. غلط انه قعد قدام بيتهم، كان عايز يجري. معناها الدنيا معجنه، المشاكل، النار مولعه فينا، كل ما نقرب بنكره بعض. افهموا الكلام. شو الواد بيقول غلط، يعني هو بعيد، لو بعيد كان احسن. هو هيقول بقى حصل ايه. قول يا محمد. والدتي بدأت بقى ان هي تخش في مشاكل مع زوجتي طبعا. ان زوجتي دايما كان والدي طبعا اتجوز واحده ثانيه، فكان بيجي عندي وبيجي بقى يقعد يحكي لي على ماما عملت وكذا وكذا وانا سبت البيت عشان كذا، وماما تيجي تحكي بقى انا سبت ابوك عمل كذا وكذا عشان كده انا ما صدقت خلصت منه لان هو كان عرفنا. فطبعا لما جه ساعتها والدتي حاطه بقى مراتي في دماغها ان هي بقى ايه بتحبه اكتر، وبدات بقى تتلكك لها وتعمل لها مشاكل. فبدات انا في الفتره دي ان انا اقول لها يعني حاولي معلش انت تستحملي يا والدتي ومش عارف ايه والكلام ده، وهي بدات فعلا تستحمل وكده بس جت في الاخر خالص هي ما قدرتش انها تستحمل يعني الجو ده. وبعد كده لقيتها بتقول لي يا محمد انا عايزين نسيب الشقه دي ونسكن في حته بعيده. فاساسا والدتي كانت من كتر الحاجات، انا كنت مشكله انها كانت يعني مراتي عارفه كل حاجه عندنا، فبحس ان هي بدات تكرههم، تكره والدي ووالدتي لان هم بداوا ان هم يدخلونا جو المشاكل بتاعهم. في نفس الوقت هم مش فايديني بحاجه، بالعكس ده هم اذيني اكتر. ويعني دي والدتي بقى كمان في بقى مشكله ان هو مبسوط وغني. يعمل ايه؟ استنى لحظه، ما سمعتش الكلمه دي. ماله؟ غني مبسوط يعني مش مبسوط، مش محتاج مش محتاج جدا. بس المشكله بقى ان هو يعني انا شغال معاه في شغل معاه تاجر، بس هو مشكلته ان هو يعني بيدي فلوس اكتر لاخواته ومش يديني. فانا ما عنديش مشكله، بس تحس ان زوجتي لما طبعا عارفه الكلام ده متضايقه منه ان هو بيدي اخواته وبيدي اخواته الولاد والبنات وهم برضه مبسوطين وفي نفس الوقت مقصر معايا. ايوه. فبس دلوقتي بقى النهايه اللي وصل لنا ان زوجتي ما بتكلمش لا والدي ولا والدتي ولا عايزه اي علاقه، يعني على قد ممكن السلام يعني ليس الا، رغم ان انا بقالي يعني في طبعا مصيبه انا عاملها ان انا ما بكلمش والدتي بقالي سنه عشان ولا حتى هي شافت بنتي. لا معلش. لسبب ان هي اساسا ما بتسالش عني، يعني حتى هي شديده قلبها مش طيبه كده، يعني مش تفكر انها تسال عني. لا بالعكس، ده هي ما صدقت انها خلصت مني انا كمان وخلصت. ما راح خلاص. هنعمل ايه الواد؟ شوفوا اللي انا قلته في الحلقه مش عايز اعيده تاني، ان احنا فشله في القرب والتعامل، وان كل ما نقرب من بعض بنزداد سوادا وبنزداد قرفا وقله ادب. البيت اتخزنت، يعني بقى تسمع من ام محمد وتسمع من ابو محمد، عرفتهم. وشوفوا ان عندي سطر غالي هقوله اهوت وحالا نقر في نافوخي كده، اللي هو ايه بقى؟ احيانا انا احترمك جدا وانت اللي تخليني احتقرك جدا. يعني انا كنت بحترمك قوي، لما ابتديت سيادتك تتكلم لقيتك تافه وسطحي وما تفهمش، مش بتركز وبتدب اي عك. عارف لما الواحد يقول لواحد انت ليه ما كتبتش على صفحه مبروك عطيه النهارده كتير؟ يقوم يقول له اكتب اقول ايه؟ يقول له عك وخلاص. كلمه تخليك لو روحك في بقك تشدها وتطلعها وترميها، عك. فانت عكاك مش هحبك، انت عكاك مش هقبلك، انت عكاك مش هحترمك. الحما ده كان ممكن يبقى فوق مستوى الاب لو دخل على مرات ابنه ومعاه حاجه تفرحها، لقمه قرشين يديهم لابنه، حتى
يعني والواد هيقول لها شفت بابا عمل ايه، لكن شوفوا بيقول ايه، شوفوا بيقول ايه، بيدي اخواتي اكتر مني. طبعا مراته عارفه تكرهه اكتر، تكره الراجل اللي عمال يجيب في سيره النسوان، واني 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 حماتك دي حربايه. تيجي الحما بعد ربع ساعه تقول ابوك ده، ابوك ده يا عم عمل فيا سوا كده وظبطته مره تحت السلم ومره تحت السرير. البنت تقول ايه القرف ده، انا اتجوزت الجوازه دي الزفت دي زجاج. شوفوا بقى اخر كلمه هقولها، الاصل الاصيل ان نكون معا وان نكون متقاربين. القرب ده الى بقى لما تيجي لما بقى اللي انا بحلم بيها، لما تيجي لما القرب ده لما يبقى باصوله، لما اخلع. بس انا خايف عليك من حاجه، ان تكون بتخلع بره، وهقول لك مع الخلع يعني تاخد البنت وبعدها عن ابوك وامك وعن قرفهم توديها مكان بعيد. انت عارف انا خايف من ايه؟ انها تكون خدت دكتوراه في ابوك وامك فتنكد عليك في المكان البعيد، يبقى هم بطلوا وهي اللي اشتغلت بقى. فاكر ابوك يوم عيد مش عارف ايه سنه 76 لما دخل على امك وكان معاه واحده، يا اختي شوف الراجل، وقال لها دي بنت عمي جايه من البلد وامك كشفته، يبقى احنا ما عملناش حاجه، غرمنا وبعدنا والخيبه فينا. انما لو البنت، لان بعد كده هقول لك طلقها يا رخرة، امال البنت سمعاني مرات محمد دلوقتي لو عندها الاستعداد تمشي عشان الجمجمه تروق، وهو مع البعد ده يجي لابوه وهو بيشتغل معاه وهيقول له صباح الخير يابا وبوس ايده، ويروح لامه بالبسبوسه ويقعد الشويه اللي هتقعدوا تتكلم، اصل دي امي، اصل دي ام، اصل ده اب. خليه بلبل زي ما هو عايز، مش هتربيه انت، انا اللي اربيه في الموعظه الحسنه عشان انا مش ابنه. انما انت ابنه يبقى كده اهو، واخفض لهما جناح الذل من الرحم. يقول كتب الرب يا قول له مظبوط يا بابا، صح يا بابا، تؤمر بحاجه يا بابا، سلام عليكم.